كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قرية صغيرة مليانة ضحك ولعب. كانت في بنت صغيرة اسمها مهرة. مهرة كانت بنت شجاعة وذكية ودايما بتحب المغامرات. وفي يوم من الأيام وهي بتلعب جنب النهر لقت مفتاح صغير بيلمع على الأرض. مهرة قالت لنفسها ده أكيد مفتاح حاجة مهمة، ممكن يكون سر كبير. وبعدين مهرة بدأت تدور على مكان المفتاح يناسبه، وقعدت تجري في الغابة. طلعت على الجسور الصغيرة ولقت صندوق قديم مصنوع من الخشب والذهب مستخبي تحت شجرة كبيرة. بس قبل ما تفتحه جالها صوت يقول لها مهرة لازم تكوني صادقة وشجاعة قبل ما تعرفي السر. مهرة فكرت وقالت صح، لازم أسأل الكبار، أسأل ماما وأتأكد مين صاحب الكنز الحقيقي. رجعت مهرة للقرية، سألت كبير القرية قبل مامتها عشان ده كبير القرية. قالت له يا عم لقيت المفتاح ده، ينفع أعرف مين صاحبه؟ راح العم الكبير ابتسم وقال يا مهرة أمانتك وصدقك أهم من أي كنز. هاتي المفتاح وخلينا ندور عن صاحبه سوا. راح مشي العم الكبير مع مهرة وفعلا رجعوا المفتاح لصاحبه، وكان جد الطفل اللي ضاع منه مفتاح صندوق صغير مليان ألعاب وهدايا للأطفال في القرية، وكان جواه سلسلة ذهب كبيرة. مهرة فرحت جدا لأنها ساعدت الولد وكمان جابت لمامته السلسلة.